بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم على مباريات الدوري الانجليزي بكره، وهنتكلم على وداعية كلوب. طبعا كلوب اخر ماتش ليه بكره، وهنتكلم على اكيد النهارده ماتش الاهلي والترجي الساعه 10 في رادس. فان شاء الله يعني عندنا شويه حاجات كده نتكلم فيها على السريع. هنبتدي بكره ان شاء الله باذن الله مباريات الدوري الانجليزي. طبعا يعني اهم المطوشه مانشستر سيتي مع ويست هام، لان ده على اللقب، وارسنال مع ايفرتون لان ده برضو على اللقب. وعندنا ماتش ليفربول مع ولفرهامبتون، ده وداعية كلوب. طبعا برضو ماتش يعني المفروض انه يبقى حلو. وعندنا المطوشة بقى اللي هي بتاعت من الخامس للسابع، الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي، تشيلسي وبورنموث ومانشستر يونايتد مع برايتون. ده برضو ماتش مهم. وعندنا برضو من ضمن المطوشة ماتش نيوكاسل، برضو ماتش مهم جدا جدا مع برينتفورد. فالمطوشة دي مطوشة مهمة جدا. خلينا نتكلم الأول عن مطوشة الدوري الأوروبي. عندنا نيوكاسل مع برينتفورد. مفترض ان يعني الماتش يبقى رايح لنيوكاسل. نيوكاسل ومانشستر يونايتد نفس النقط، فرق الاهداف لصالح نيوكاسل. يعني لو نيوكاسل فاز ومانشستر فاز، نيوكاسل هو اللي هيصعد، لان هنا في فرق نقط، فرق اهداف، سوري، فرق اهداف لنيوكاسل. تشيلسي لو فاز يصعد خلاص، ما فيش اي مشكله، وممكن كمان يصعد مكان توتنهام الخامس لو اتغلب من شيفيلد. ف تحس ان من الخامس للسابع هي ايه، فيها لخبطه شويه، بس ايه يعني بنسبه كبيره ممكن تشيلسي يكون صاعد هو وتوتنهام ونيوكاسل. فاحنا هنستنى نشوف ماتش مانشستر يونايتد وبرينتفورد، وماتش مانشستر يونايتد وبرايتون، وده ماتش صعب جدا على يونايتد. وغالبا اخر ماتش التين هاج في الموسم، غالبا تين هاج كده مش هيكمل مع مانشستر يونايتد، ودزيربي مش مكمل مع برايتون. نيوكاسل هيلعب مع برينتفورد، وغالبا بنسبة كبيرة نيوكاسل ممكن يصعد. وتوتنهام هيفوز على شيفيلد طبعا. وتشيلسي في ملعبه ستانفورد بريدج هيفوز على بورنموث. فغالبا توتنهام وتشيلسي، توقعاتي توتنهام وتشيلسي ونيوكاسل، دول الثلاثة اللي هيصعدوا. توتنهام وتشيلسي هيصعدوا دوري أوروبي، ونيوكاسل هيصعد مؤتمر أوروبي. فهنيجي بقى للمطوشة بقى اللي هي بتاعت اللقب، أرسنال وإيفرتون. طبعا المفروض إن أرسنال يفوز، وهيبقى فيه وداعية محمد النني، آخر ماتش لمحمد النني في أرسنال إن شاء الله بإذن الله. ممكن يروح بقى تركيا، يروح بشكتاش، جلاتا سراي، يعني هنشوف. وعندنا بقى طبعا مانشستر سيتي اكيد 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 بنسبه كبيره هيفوز على ويست هام. بس انا متوقع اني مش عارف، الدوري هيروح لارسنال، هيحصل تعثر لمانشستر سيتي غريب جدا. بس هو الطبيعي ان بنسبه 99% خلاص الدوري رايح لسيتي. بس هنقول يعني نفترض ان لا، ممكن هيحصل حاجه. انا متوقع ان ارسنال هيفوز على ايفرتون، وهيحصل تعثر لمانشستر سيتي. وبرضو يعني كده كده بنقول ان لا، بنسبة 99 الدوري رايح لسيتي. بس دي توقعات، وارد ان هي تطلع غلط يعني ده المفروض اللي هيحصل يعني. ليفربول بقى هيلعب مع ليفربول هيلعب مع طبعا ويلفرهامبتون. الماتش ما لوش أهمية، ويلفرهامبتون قاعد، وليفربول في المركز الثالث. هو بس وداعية كلوب طبعا هيبقى ماتش حلو، وبعد ما هيخلص أكيد طبعا في وداعية لكلوب عاملينها، برضو الناس ممكن تتفرج على ماتش ويلفرهامبتون وليفربول. هيبقى ماتش برضو إيه حلو. لعل وعسى يبقى آخر ماتش لكلوب يقدموا فيه ماتش بقى يعني ونتيجة حلوة. نخش بقى على عندنا بكرة، عندنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله الساعة 10 الأهلي والترجي في رادس.
ان شاء الله بدون مقاطعة، يعني ان شاء الله يا رب الاهلي يحقق نتيجة ايجابية سواء كان بالفوز او بالتعادل، تعادل ايجابي. ويرجع هنا ان شاء الله باذن الله يفوز. طبعا احنا عارفين ان الترجي بيعتمد على التسديدات من بره. مميزات الترجي التسديدات سواء كان من منطقة الجزاء او من بره، طبعا مع الكور العالية. دي مميزات الترجي. لو هو بيقفل كويس جدا، كاردوزو المدرب بتاعهم برتغالي، هو بيقفل دفاعات كويس جدا، عندهم اطوال، عندهم توجاي ومرياح، دول لازم الاهلي ياخد باله منهم، سواء كان في ضربات ركنيه، في ضربات ثابته، سواء ان احنا بنلعب احنا عرضيات، اعتقد تبقى صعبه شويه. فلازم الاهلي ياخد باله منهم. الاهلي لازم يعني، او عندهم الاطراف برضو، الطرف اليمين، الاطراف اليمين برضو عندهم قويه جدا. بالنسبة بقى للأهلي، عنده بقى الأطراف حلوة طبعا. هيلعب أكيد تشكيل المتوقع: مصطفى شوبير، محمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول، مروان، وأكرم توفيق، وإمام عاشور، وبيرسي تاو، وأسامة أبو علي، وغالبا رضا سليم. أنا بتوقع رضا سليم هو اللي هيبتدي، ممكن رضا أو حسين. يعني ده المركز اللي ممكن يبقى فيه اختلاف شوية. الاهلي هيلعب 4-3، اكيد لازم طبعا يلعب ب3 في نص الملعب. بالنسبة بقى الاهلي لازم يتوغل من العمق، الاهلي لازم يدخل من العمق ولازم يضربهم في العمق. عندهم قلبين الدفاع اللي هم توجاي ومرياح مش اقوياء وبيضربوا بسهولة. هم بس في الكرات الثابتة وفي الاطوال فقط لا غير، لكن هم كلعيبة مش اقوياء. ونقدر الاهلي يستغل طبعا مهارة رضا سليم وسرعة رضا سليم وبيرسي تاو، والقوة بتاعت وسام أبو علي برضو، وتحركاته الكتير، بجانب بقى إمام عاشور. يعني إمام عاشور طبعا توغلاته ولو شاط أي شوطة من بره برضو. عندهم حارس مرمى كويس جدا على فكرة، فالحارس المرمى ده ممتاز برضو. ولكن الأهلي قادر إن شاء الله بإذن الله إن احنا نلعب ماتش حلو ويفوز الأهلي على الترجي هناك. احنا متعودين الاهلي فاز على رادس كتير، فاز في رادس كتير جدا. الاهلي لعب ترجي 24 مرة، فاز 12 مرة، من ال 12 دول 6 في رادس. فطبيعي الاهلي متعود يكسب في رادس هناك، مش هيفرق معاه الجمهور قوي. لعبة الاهلي متعودة على كده، المفروض يعني انه ما يفرقش. فان شاء الله باذن الله الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، حتى لو كانت مكسب، ما كانتش مكسب تبقى تعادل ايجابي بقى، 1-1، 2-2، ايا كان يعني. مش لازم يبقى يعني فوز. فان شاء الله باذن الله، باذنك يا رب، الاهلي يعني يعتمد على التوغل من العمق، يتعود على الاطراف ويتعامل مع الاطراف بتاعتهم. الاطراف بقى طبعا عندهم لازم تكون محمية كويس جدا جدا جدا، لان اطرافهم سريعة جدا، عندهم الجنبين صراع، واحنا عندنا الجناب برضو سريعة. فيعني هو هيبقى ما بيننا وما بينهم. وان شاء الله باذن الله التفوق يبقى للاهلي. وامام عاشور برضو في نص الملعب هيفرق جامد جدا 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 جدا، مع تحركات وسام ابو علي. هم اهم حاجة الكرات الثابتة، الكرات الثابتة ثم الكرات الثابتة ثم الكرات الثابتة. هم بيعتمدوا عليها وبيعتمدوا على التسديد، منخليهمش يسددوا، نمنع عنهم الحتة دي، واحنا نتوغل ونقدر ان شاء الله باذنك يا رب ان ايه يعني نكسبهم ونفوز عليهم ان شاء الله باذن الله. وعندنا برضو بكرة ان شاء الله الزمالك ونهضة بركان، الماتش التاني ان شاء الله. هنا الزمالك قادر ان هو يفوز، قادر ان هو يكسب 1 و2 و3. فرق نهضة بركان فرقة مش قوية، الزمالك اقوى منها بكتير. فان شاء الله باذن الله يحصل باذن الله ان الاهلي والزمالك يكسبوا، والاتنين يتقابلوا في السوبر ان شاء الله. ان شاء الله بعد ماتش الاهلي نقدر ان احنا ان شاء الله تكون النتيجة كويسة، وان شاء الله باذن الله ينزل فيديو تاني في الاخر طبعا. اكيد بفكركم باللايكات والسبسكرايب، عشان اللايكات والسبسكرايب قليلة جدا، ويعني ما نقدرش نكمل بدون السبسكرايب وتفعيل الجرس. فياريت نزود من السبسكرايب وتفعيل الجرس واللايكات، ضروري ضروري ضروري. وشكرا لكم.